بسم الله. دلوقتي هنعمل صوص سويت اند ساور. انا معايا هنا دي كوبايه عصير برتقال، ومعانا 3 ملاعق كبار كاتشب، معلقه كبيره صويا صوص، معلقه صغيره توم مفروم، ومعلقه صغيره جنزبيل مفروم، وربع كوبايه خل، وربع كوبايه سكر، معلقه كبيره شطه مجروشه. انا بجيب الشطه اللي هي دي الناشفه المجففه دي، وبنحمصها وبنطحنها بالشكل ده. دي معلقه كبيره، ومعلقه كبيره نشا، ورشه ملح. هنجيب حله وهننزل كوبايه عصير البرتقال، وهننزل الثوم المفروم والجنزبيل المفروم، السكر ربع كوبايه، والخل ربع كوبايه، ومعلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره شطه مجروشه، والكاتشب 3 ملاعق كبار كاتشب. ورشه ملح صغيره. حطينا الصوص كده على النار، هنقلبه كده ونسيبه يغلي لمده دقيقتين. كده الصوص بيغلي اهو، بقاله 3 دقايق كده. خلاص هنحط النشا بقى. هنا معانا معلقه كبيره نشا، هنحط عليها معلقتين كده ميه وندوبها. هننزل النشا كده على الصوص ونقلب. كده الصوص بقى سميك، وكده بقى جاهز خلاص.